في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول فيه ايه؟ بيقول ان الايمان 70 شعبة، وان واحدة من شعب الايمان دي هي اماطة الاذى عن الطريق. والاغلب مننا بيعتقد ان الطريق بس هو الطريق اللي هو الشارع اللي احنا بنمشي فيه، انك مثلا تلاقي طوبة تشيلها او تلاقي حفرة تردمها او هكذا. الشارع طريق ظاهر قدامك تقدر تشوفه بعينيك وتقدر تنتبه للمشكلة اللي فيه، ولكن في طريق تاني مهم جدا جدا جدا، وهو طريق النفس لربنا سبحانه وتعالى. النفس لما بتتعرض كتير للأذى أو بتتعرض كتير للإهانة أو بتتعرض كتير للسلوك مش كويس، ساعتها النفس طريقها بيتملي بالعقبات زي الحقد، الغضب، الخوف، القلق. فتبدأ النفس دي بدل ما انها توصل لربنا سبحانه وتعالى بسهولة وبيسر، تبدأ النفس تنشغل ازاي تنتقم لنفسها وازاي تشيل الأذى عنها. المهم بتحصل مشكلة كبيرة جدا 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 لما النفس تتعرض للأذية. علشان كده دور كل واحد فينا او كل انسان مؤمن ان هو يحاول انه يبعد الاذى عن طريق كل نفس يقابلها في هذه الحياة، مهما كانت النفس دي ايه. كانت النفس دي زوجة، ام، اب، اخوات، طائر مثلا او حيوان في الشارع. دورك ان انت تميط الاذى عن الطريق، يعني ان انت تبعد الاذى عن طريق الناس. واحدة من أهم القصص الملهمة اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها لنا في القرآن الكريم هي قصة سيدنا لوط عليه السلام. سيدنا لوط كان عارف كويس سوء الناس اللي حواليه والقوم بتوعه، وتأذى منهم كتير. سيدنا لوط محبش ان حد يجيله يتأذى زي ما هو بيتأذى، وده من الحكمة والإدراك والوعي، ان الإنسان يعرف سوء اللي حواليه ويحاول انه يبعد السوء بتاعهم ده عن الأشخاص اللي بيبقوا قريبين منه. مهم جدا نفهم النقطة دي، ان انت بتعرف كويس سوء نفسك، وبتعرف كويس سوء اهلك، وبتعرف كويس سوء والدتك ووالدك، ولكن اولادك وزوجتك واصدقائك ما يعرفوش ده. فدورك ان انت تحميهم من اذاهم. دورك ان انت لما تشوف حد بيتطاول باللسان او بالايد او بالالفاظ او بالنقد او بكل تصرف سلبي، لازم تميط الاذى من طريق الناس دي. ده دورك الحقيقي. الحقيقة ده اللي عمله سيدنا لوط عليه السلام لما نزلوا له الملائكة وجوله عشان يبشروه انه لازم يطلع من القوم دول لانهم قوم فاسدين، وان ربنا امر ان القوم دول هيلقوا عذابهم نتيجة للسوء اللي هم بيعملوه. سيدنا لوط كان اول حاجة بيفكر فيها انه ازاي يحميهم من اذاهم. اول حاجة سيدنا لوط فكر فيها انه ازاي يحمي الملائكة دول من اذى القوم الفاسدين دول. من الحكمة ان انت تفهم فساد اللي حواليك علشان ما تنجرش فيه لا انت ولا ولادك ولا زوجتك، ويحصل بعد كده خلافات ومشاكل، وهي قالت وهو قال واصل هم كذا، ويتدرج الموضوع انه يحصل الانفصال ويحصل خراب البيوت وتشريد الولاد زي ما احنا شايفين. مهم جدا ومن الحكمة انك تميط الاذى عن نفسك. لما تلاقي حد بيأذيك وبيهينك لازم 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 تحاول ان انت تدافع عن نفسك. وكذلك لما تلاقي حد بيأذي ولادك بالكلام أو بالفعل، حتى ولو أمهم، حتى لو أمهم أو حتى لو أبوهم أو حتى لو عمهم أو جدهم، لازم تقف لهذه النفس وتحميها وتحفظها. دي مسؤوليتك قدام ربنا سبحانه وتعالى، وده اللي ربنا هيحاسبك عليه، لأنك مسؤول عن زوجتك ومسؤول عن ولادك، إنك تميط الأذى عن قلوبهم وعن كثرة قلوبهم من الأشخاص السامين، الأشخاص اللي بيأذوا، الأشخاص اللي ما بيحسوش بالكلام اللي بيطلعوه من بقهم. مهم جدا نفهم إن إماطة الأذى مش بس في الكلام والأفعال، ولكن كمان لما الإنسان بيكون مريض، يكون عنده مرض معدي أو يكون عنده مشكلة ما، لازم يحاول الإنسان دوت إنه هو يبعد نفسه عن إنه ينقل عدوته للآخرين. ده مهم جدا جدا جدا. مش أنا عندي دور برد شديد وأنا تعبان، ولا عندي كوفيد، ولا عندي كذا ولا كذا، وأطلع في وسط الناس عادي. كل ده أشكال من الأذى، ومهمتك في هذه الحياة إنك أنت تمنع الأذى عن الناس وعن نفسك وعن كل اللي أنت بتحبهم. وكان لنا في سيدنا لوط مثال عظيم ربنا حطه في القرآن الكريم، وعرفك إن الإنسان اللي على طول بيأذي أو المجموعة اللي على طول بتأذي لازم تكون فاهمهم كويس وعارفهم إنهم مؤذيين، وتدعي ربنا إنه ينجيك من القوم الظالمين. أنا دينا لوزي بتمنى لكم كل السعادة. شكرا لكم. باي باي.